كتجي عند شي واحد دابا كتهضر معاه على الماتش، شتي كيفاش ضربها، شتي كيفاش خرجها، خرجت للتوج، لا ماشي بيلانتي، لا عاودوها، يبقاو تما 3 سوايع، الماتش فيه 90 دقيقه، غيبقاو هما تيناقشوا 24 ساعه ما غيملوش. وربحناكم ذاك العام وربحتونا هذا العام، وشكون نتوما؟ ربحناكم على انت وشرينا هذا يبقاو تما 6 سوايع، لكن غتجي تهضر معاه في قال الله قال الرسول وربع ساعه بحال قاعد على الشوك. يقول لك غادي نمشي للدار، نمشي للدار، خليت الاهل ربع ساعه ما يفوتها، لان علاش؟ مريض، الهضره الخاويه كتجي حلوه. الحق ثقيل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كتقول لي القرو حرام، الشراب حرام، هذه راه صعيب، هو غارق في هذاك الشيء. لكن كتقول لي شتي كيفاش ضرب ديك الباكيه، شتي كيفاش ضرب لي كوفره، شتي كي سونطرا، يقول لك معلم هذاك. والله ما كاين شي غافل قدك، المعلم هو اللي كيقاد الضلال المرطوب. هذوك راه كيلعب دقيقه بالملايين ديال الدولارات، وانت مضيع صلاه المغرب. قال لك هذا يهودي لعب مع يهودي، نصراني لعب مع نصراني، كيلعبوا واحد النفاخه، ولا مسلم كاع الحل فمهم قبلهم. قال لك القدس، وانت بعد ما تحررتي حتى من ديك الجلده باقي انت وتصور معايا واحد تيخلي صلاه المغرب. خليني من الكرات، اذا تفرج، لكن تفرج في وقت الصلاه راه كارثه. هذا راه حرام داير القرون. ما تقوليش الكره حلال ولا حرام، فاش كتجي الكره وقت الصلاه، والتجاره حلال وقت الصلاه. ما كاينش شي حاجه وقت الصلاه، كل شيء حرام. الله اكبر كبيرات الاحرام، حرام عليك شي حاجه في ذاك الوقت. عندك كاع تتفرج واحد يهودي لعب مع يهودي، ولا نصراني مع نصراني، ما عندهم دين، هما راه جا معاهم داك الشيء. اش قال الله في القران؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل، فجا معاهم ولا ما تيامنوش. ولكن انت عندك عقيده، انت حامل دعوه، حامل رساله، حامل قران، خصك تبلغ لهم داك الخير بلغتهم وتخدم وتنتج وتصنع، وانت قاعد تتفرج فيهم ومضيع الصلوات ديالك، مضيع ولادك. كاين اللي قال لك الا خسرت الفرقه ديالو ما يتعشاش، قال لك سدات لي الشهيه. اش وقع؟ المسلمين انهزموا في غزوه احد، اش وقع؟ ديك الفرقه ديالو خسرات لان على التعصب. وهذا الجمهور تيضرب معاه. ذاك النهار لاعبين فكادير، واحد السبت لاعبين فكادير وخسروا، والله العظيم الا اكثر من 30 طوبيس تهرست. شكون بيخلصها؟ نخلصها انا وانت في الضرائب وفي الضو في الماء. ما تدخل لنا واحد الدرهم ولا واحد زيد ولا 40 ريال وانت غادي 30. علاش ما نرجعوا حنا الحافلات ديال الناس؟ واش حنا بنديروا الشغب وصحاب المجبنات والقهوي اللي في الداخله كيسالي الماتش كيهجموا عليهم بحال الجراد اللي شي مناظره باقي تشوفوا. اش بينا حنا هاد الكره تنتربوا بعدا نلعبوا الكره؟ اللي حنا غادي نغتصبوا اموال الناس ونقتلوا بعضياتنا ونخربوا ممتلكاتنا؟ حنا بعدا شعب متخلف، تنتربوا بعدا عاد نلعبوا. لان الرياضه راه حضاره وسلوك واخلاق، وما تكونش فوق الصلاه. الله يسخر، لعب مع راسك، ما كاين اللي منعك، هذاك غير لاعب مباح، لكن ما يتعارضش مع الصلاه وما تكونش فيه المفاسد. ما يكونش واحد الوسيله لتخدير الشباب. هذا راه وسيله، راه خدروا الشباب. واحد تابع البطولات الصبليون ديال الطليان، ديال الانجليز، تابع الكاس، عصبه الابطال، الاتحاد الافريقي، كاس تارودانت، قاعه الحرش، كاس ديال اتاي، كاع داك الشيء حافظوا. شكون اللي لاعب، شكون اللي ما لاعب، شكون اللي ماركا 76 شحال داروا في كاس العالم 94، شكون اللي داه. سولوا على سوره ال عمران فين جات، يقول لك شقغان صعيب هذا الشيء. القران لا ما فيهش اللعب. تسولوا على التاريخ ديال الكره يعطيه لك، يقول لك ماركاو عليهم البيت في الدقيقه 86 فاش كنت ديك الساعه كنت جالس في واحد الكرسي حمر هدا التلفازه. تسولوا على باش صلى الفقيه في المغرب، والله ما يجاوبك. ما كاينش في هذا العالم الفقيه تيقرا سبح هو كلا بدا الماتش. واش الفقيه غادي يسلم قبل منك؟ واش انت زربان؟ واحد ورا الفقيه وتيركع، راه واخا ركعتي قبل منه راه ما غيسلمش، هاي بشويه عليك. واش انت احمق؟ واحد كيسلم على الفقه وزربان بغا يركع، واخا كاع ركعتي وسجدتي غتسلم قبل منه؟ راه تسنى تيسلم هاي بشويه عليك غير الخاطر. ما تيقول له صلاو لي يا تسيات، ما كنت عارف انت بشويه عليك. الا كان قلبك تما سير اخويا تتشفي الغليل ديالك واجي. فنسال الله تبارك وتعالى يصلح الحوال ديالنا يا ربي. ندردشوا معكم شويه باش نفهموا. باقي كاين امور كثيره في التاثير ديال القران على المخلوقات، التاثير ديالو على الجمادات، التاثير ديالو على الماء، التاثير ديالو على الجنين في البطن ديال الام ديالو. حقائق علميه كثيره كاينه في هذا الكتاب. ان شاء الله تبارك وتعالى ان تيسر لقاء اخر نتكلم عنها. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، ان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، وان ينفعنا به يوم لقاء بارئنا وخالقنا. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لاخينا رضوان، وان يجعل ان شاء الله هذا الزواج فاتحه خير عليه وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يشفي مرضى المسلمين،
وأن يهدي شبابهم وأن يحفظ نساءهم. اللهم اغفر لآبائنا ولأجدادنا ولشيوخنا ولمن علمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا مطمئنا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوبنا واستر عيوبنا. مرة أخرى كنشكروا الإخوان اللي حضروا معنا وصبروا على يعني الوقت اللي طولنا عليهم. هاد الناس اللي تتكلفوا بالخدمة ديال الضيوف، الله يرحم لهم الوالدين، الله يجزيهم بخير. نطلبوا الله تبارك وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. اهل البيت كاع اللي معنا الحمد لله، نطلبوا الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا المجلس ان شاء الله سبب لمغفره الذنوب ورفعه الدرجات وطهاره القلوب. اللي عنده شي حاجه فيها الخير نواها وبغاها، نطلبوا الله تبارك وتعالى يوصلوا لها ويمكنوا منها. اللي عنده شي بليه ولا شي انحراف، نطلبوا الله تبارك وتعالى يهديه ويرد به ويستروا. اللي عنده شي وليدات الله يهديهم ليه والله يرد بهم. اللي عنده شي زوجه الله يصلحها ليه. نطلبوا الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يشربون من حوضه يوم لقاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.